اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. زي ما اتكلمنا قبل كده عن مراحل تطور الطفل من اول يوم لحد سنه ومن اول سنه لحد سنتين، النهارده في الفيديو ده هنعرف تطور الطفل من عمر سنتين لحد 3 سنين شهر بشهر، ايه الطبيعي وامتى نقلق وازاي ندعم اولادنا في المرحله دي. خلينا في البدايه نقسم التطور على مراحل، كل مرحله 3 شهور، ودلوقتي هنبدا من 24 شهر ل 27 شهر اللي هو اول 3 شهور بعد السنتين. بالنسبه للحركه هتلاقيه بيجري اكتر وبثبات اوضح، وكمان بيبدا يطلع السلم من غير مساعده، وممكن يستخدم او يركب لعبه بسيطه. بالنسبه للكلام هتلاقيه بيبدا يكون جمل مكونه من 3 كلمات، وكمان مفرداته بتزيد بشكل ملحوظ وممكن توصل ل 200 كلمه، وممكن يكرر كلام الناس بشكل مضحك. اما بالنسبه للفهم هتلاقيه بيفهم اوامر معقده زي هات الكوره وحطها على الكرسي، وكمان ممكن يبدا يسال ده ايه كتير جدا. بالنسبه للاجتماعيات هتلاقيه بيبدا يشارك اللعب مع اطفال تانيين وبيقلد تصرفات الكبار بشكل ملحوظ. والنصيحه اللي بنقدمها لك في الوقت ده انك تتكلمي معاه دايما وتحكي له حتى عن تفاصيل بسيطه في البيت، ده بيبني لغته وبيطمنه. من 27 شهر ل 30 شهر بالنسبه للحركه والتنسيق هتلاقيه بيبدا يستخدم ايده بمرونه اكتر، وكمان يقدر يلون او يرسم خطوط، وكمان هتلاقيه بيعرف يفتح باب او بيركب اشكال بسيطه زي المكعبات او البازل. اما بالنسبه للكلام ممكن يوصل من 250 ل 300 كلمه، ويبدا يستخدم الضمائر زي انا او انت او هو، وبيحكي مواقف بسيطه حصلت له. اما بالنسبه للاستقلال بقى هتلاقيه بيحاول يلبس لوحده وبيقول انا عاملها وده طبيعي جدا، وكمان هتلاقيه بيظهر عنده عناد لانه بيحاول يثبت نفسه ويختبر حدوده. والنصيحه اللي بنقدمها في الوقت ده انك تعرفي ان العناد مش تمرد، هو علامه على تطور طفلك. خليكي حازمه لكن حنونه. من 30 ل 33 شهر بالنسبه للتفاعل الاجتماعي هتلاقيه بيبدأ يكون صداقات حتى لو سطحية، وكمان بيحب الألعاب الجماعية وبيقلد الأطفال التانيين. أما بالنسبة للمهارات العقلية هتلاقيه بيعرف يحل مشاكل بسيطة وبيركب حاجة تفك، وكمان يعرف يعد لحد 3 أو 5. أما بالنسبة للغة هتلاقي الجمل بتبقى أطول ومعقدة أكتر، ممكن يبدأ يستخدم الزمن الماضي أنا أكلت أو كنت هناك. أما بالنسبة للخيال هتلاقي اللعب التخيلي عنده بيزيد، يعني يمثل إنه دكتور أو هيرو أو حتى سواق. والنصيحة اللي بنقدمها لك اللعب التخيلي مش هزار، ده تمرين حقيقي على التفكير واللغة والمهارات الاجتماعية. وأخيرا من 33 شهر ل 36 شهر بالنسبة للغة والكلام هتلاقيه بيقول جمل كاملة مكونة من 5 ل 6 كلمات، وكمان بيحكي قصة قصيرة وبيسأل ليه في كل حاجة. بالنسبة للتطور العقلي هتلاقيه بيميز الألوان وبيعرف بعض الحروف أو الأرقام ويفتكر تفاصيل يومه أو مكان زاره قبل كده. أما بقى بالنسبة للمهارات هتلاقيه بيمسك القلم بطريقة أحسن وبيلبس هدوم بسيطة لوحده. وبالنسبة للاستقلال هتلاقيه بيحاول يتحكم في الحمام أو بيصر على اختياراته سواء كانت هدوم أو أكل. والنصيحة اللي بنقدمها لك في الوقت ده اعملي له جدول بسيط فيه روتين يومي واضح، ده بيخليه يحس بالامان والاستقرار. طب ايه هي العلامات اللي لو لاحظتيها لازم تستشيري دكتور؟ هتلاقيه مش بيقول جمل من كلمتين على الاقل لما يتم 3 سنين، وكمان هتلاقيه مش بيقلدك خالص ومش بيبص في عينيكي ومش بيتفاعل مع اطفال ومش بيستخدم العاب بشكل طبيعي، وكمان هتلاقيه عنيف جدا او منطوي لدرجه مقلقه. وفي الاخر من سن 2 ل3 الطفل مش بس بينمو، ده بيتكون، بيبدا يبقى ليه شخصيه وميول وذكريات، وكل لحظه بيمر بيها بتفرق معاه جدا. ادعميه واسمعيه كويس وشجعيه، وافتكري ان كل سلوك وراه سبب وكل تاخير ممكن يكون ليه حل لو عرفتيه بدري. وما تنسيش تشاركيني في الكومنتات ابنك او بنتك عندهم قد ايه دلوقتي، وايه اكتر حاجه لاحظتيها اتغيرت في شخصيتهم بعد عمر السنتين. اكتبي لي تحت في الكومنتات علشان كلنا نستفيد من بعض. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد.